نظام التقييم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. يدرس الطالب في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 12 مقررا بالإضافة إلى أنشطة التكاستو. يتم التقييم بها بثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث. المهام الأدائية يخصص لها 35 درجة في كل مادة، توزع على التخطيط الجيد 5 درجات، وجدية العمل 5 درجات، والمنتج النهائي 25 درجة. تختص 5 درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة. أما بالنسبة لمقرر التقييم واحترام الآخر، فيقيم المعلم أداء طلابه وفقا لمعدلات الأداء من خلال إجراء تقويم تكويني. وبالنسبة لمقررات التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التكاستو، ويتم التقييم باجتاز لم يجتاز. يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بأربع ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كالتالي: اللون الأزرق يوضح المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100. اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85. اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65. أما بالنسبة للون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50. تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد طبقا لنظام التقييم وأدواته المشار إليه في هذا القرار، ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان. إذا عجبتك الحلقة اضغط لايك وسبسكرايب للقناة ليصلك كل جديد.